صباح الفل يا حبايب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زياد بغدادي، والنهارده جاي اعمل حمله كامله على كل عربيات نيبون سانجيو. زي ما سمعت نيبون سانجيو. ايه نيبون سانجيو دي؟ نيبون سانجيو دي هي نيسان، معناها صناعات اليابان. اخدوا الاسم نيبون ني وسانجيو سان، فبقت نيسان. العربيه دي اكتر عربيه اخدت الجنسيه المصريه بجداره. معانا سنين السنين، ما قصرتش معانا في حاجه على فكره، مع انكم ظالمينها شويه في حاجات معينه هنوضحها في الريفيو اللي هنعمله ده مع بعض، وهنقول اللي ظالمينها بيظلموها ليه، وهنقول اللي بيحبوها بيحبوها ليه، والعربيه دي تتحب ولا ما تتحبش. طبعا هنكمل كل موديلات نيسان، بس هنبدا باكتر عربيه اخدت الجنسيه المصريه وهي الصني. وما دام قلنا نيسان يبقى احنا فين؟ سمير ريان. لو بصيت في شوارع مصر هتلاقي ان العربيه النيسان بقت العضو الثابت في كل الشوارع، بقت العضو ثابت في كل المصالح الحكوميه، في كل شركات الليموزين. وده لو بيثبت حاجه فبيثبت ان العربيه دي عربيه شغل من الدرجه الاولى. ده غير ان هي رقم واحد في المبيعات لكذا سنه على التوالي، اكتر عربيه بتتباع وبتترخص فيك يا مصر. عايز اقول لك كمان ان نيسان بتحتفل دلوقتي بانتاج لحد 300 ألف عربية لحد نهاية 23. انت متخيل الرقم؟ 300 ألف عربية من الصني ومن السنترا لحد أواخر 23. وده لو بيثبت حاجة فبيثبت إن هي دي العربية المناسبة لينا في شوارعنا وفي ظروف السواقة بتاعتنا. نيسان بتحطنا قدام حقيقة علمية رهيبة، ألا وهي إن الصني لا تخضع لقوانين التطور. العربية ما بيتجددش فيها حاجه، حتى الفيس ليفت بتاعها كانهم مسحوها بمنديل مبلل كده من الوش والظهر وخلاص. بس عشان نكون فير الموضوع ده خلى العربيه دي في حته تانية من ناحيه المبيعات، لان قطع غيارها هي ثابته ولا بتتغير. هتلاقيها عند العطار وهتلاقي سعر قطع الغيار بسعر طبق الكشري. وعشان برضه اكون فير للمره التانية، الفانوس ده بينور احسن من لمبه البيت عندي. نيجي بقى للقلب النابض بتاع العربية دي، موتور 1500 سي سي، 108 حصان. موتور بيحسبها بالعقل، مش هيزعلك وهيوصلك وهيوفر لك، مش هيخليك تطير بس مش هيخليك تقع. نيجي بقى للانتيريور بتاع العربية دي اللي انا بسميه مملكة البلاستيك. بس للأمانة بلاستيك مخلص قوي قوي، وبيخدم معاك وبيقول لك بس اديني منديل مبلل هرجع معاك زيرو كأنك لسه شارين من المعرض. على عكس عربيات تانية وماركات تانية كلنا عارفينها بدون ذكر اسماء، بتيجي على 40 وال 50 الف كيلو بتلاقي التابلو ده بقى مشرخ. لكن دي ما حصلش فيها ده على مر العصور مع الصني. عندك كمان شاشه هنا الانفوتيمنت سيستم بتاعها، مقاس 7 بوصه. لو حطيت عليها خريطه مصر يا دوب هتجيب لك محافظه واحده. بس ده حلو قوي ليه؟ عشان ما يشتتكش وانت سايق. نيجي بقى للمساحات الداخليه في العربيه دي، ودي اكتر حاجه بتميزها، وبالذات المساحه الخلفيه، لان انا كواحد طويل بيبقى عندي مشكله لما باجي اركب ورا. في العربيه دي ركبتي ما بتلمسش الكرسي اللي قدام حتى لو هو راجع. بقول لك ايه، ممكن تعمل فيها عيد ميلاد على الضيق. ولا فاكر الفيديو بتاع اللي الناس كانت سارقه بقره، بتسرق بقره حرفيا، والله الناس كانت بتسرق بقره وبتحشرها في الكرسي اللي ورا، ودخلوها بالفعل. ما اعرفش اتمسكوا بعد كده ولا لا. بالنسبه بقى للاوبشنز والسيفتي اللي في العربيه، فالاوبشنز جايه يعني بالحد الادنى، مش كتير قوي، وده برضه عشان ما يشتتش تركيزك وانت سايق. بس عندك شاشه حلوه فيها ابل كار بلاي وفيها اندرويد اوتو. عندك السيفتي بقى، معاك السيفتي اي بي اس، ومعاك 2 ايرباج، ومعاك بريك اسيست. يا جماعه احنا بس العربيه نيسان صني الناس بتتكلم عنها وبتقول خفيفه ومش خفيفه. كل مشكلتك فيها ان هي خفيفه، عمرها ما ظهر فيها ولا عيب في الفتيس ولا عيب في الموتور. عربيه اقتصاديه جدا جدا جدا، وموفره جدا جدا. قطع غيارها عند العطار وببلاش حرفيا. فبلاش نمسك في حته واحده ونسيب كل المميزات اللي نجحت العربيه دي، ونركز بس في حته ان العربيه خفيفه. هي مش معموله ان هي تمشي 200. مش معنى اللي عديت فيه 200 انك تمشي 200. امشي لحد السرعه اللي تحس ان هي مناسبه ليك في العربيه، او للسرعه القانونيه الرسميه عندك في البلد اللي هي 120 اقصاها. صدقني العربيه مش هتاثر معاك في حاجه. للاخر بقى الخلاصه، نيسان صني هي اكتر عربيه اقتصاديه في الفئه السعريه بتاعتها. وانا كراجل اصلا ببيع عربيات قبل ما ابقى بعرض عربيات، فانا لما حد بيسالني في الفئه السعريه دي اكتر حاجه برشحها له هي العربيه دي. عايز عربيه تكمل معاك لحد المعاش، عايز عربيه تشتغل معاك في اوبر، في اي حاجه، يبقى هي العربيه دي كلمه واحده.